بيبدأ فيلمنا في المستقبل في وقت العالم بيكون فيه متطور جدا في التكنولوجيا، وبطلنا بيكون اسمه جراي وبيكون بيخاف جدا من التكنولوجيا وما عندوش أي إيمان بيها. وبالرغم من إن السيارات بتكون متطورة جدا في الوقت ده، لكنه كان بيحب عربيته وكان دايما يعدل فيها. وبعد شوية بتظهر آشا حبيبة جراي وهي راكبة عربية متطورة جدا وكلها بالذكاء الاصطناعي. ولما بتوصل للبيت بتقابل جراي وبيظهر إن هما بيحبوا بعض جدا، وبيدخلوا البيت وبيبان ان البيت متطور جدا. وهنا بنفهم ان آشا مهووسة بالتكنولوجيا وتطورها عكس جراي تماما. ولما بيدخلوا البيت بتحاول ان هي تقنع جراي ان هو يستخدم التكنولوجيا المتطورة، لكن ما بيهتمش بالموضوع وبيقول لها انه عازمها على مكان هتحبه جدا. وبيركب كل من جراي وآشا عربيته علشان يروحوا للمكان اللي جراي قال عليه. واول لما بيوصلوا للمكان بيكون شكله غريب وبيبداوا ينزلوا النفق كده. واول لما آشا بتدخل بتنبهر جدا من المكان، ولما بتدخل اكتر بتلاقي راجل واقف قدام سحابة شكلها مبهر جدا. وبيبدأ جراي يعرف حبيبته على صديقه ايرون، واللي بتقول له ان هي شغالة في شركة لكن عمرها ما تتقارن بالشركة اللي هو شغال فيها لانها متطورة جدا. فبيوافقها ايرون الرأي بكل غرور وبيقول لها فعلا، وبيبدأ ياخدهم لمكان بتكون في شريحة هو اللي صنعها. وبيقول لهم ان الشريحة دي اسمها ستيم وانها متطورة جدا اكتر من اي شيء اتصنع. فبتسأله آشا بتعمل ايه، فبيقول لها ان هي قادرة تحسب وتفهم وتعمل اي حاجة مهما كانت مستحيلة. فبيسأله جراي ان هي قادرة تخلف اطفال او تربيهم، فبيقول له ايرون ان هي قادرة تفيد المجتمع من جوانب تانية. وبيمشي جراي وآشا من المكان وجراي مش مقتنع وآشا منبهرة باللي شافته. وهم راجعين جراي بيركب عربية آشا حبيبته لأول مرة، فبيحاول ان هو يمسك عجلة القيادة، لكن آشا بتقول له ما ينفعش تلمسها والعربية سايقة لوحدها. وبتقول له من ميزة العربيات المتطورة انك تقدر تعمل اي حاجة وما تشغلش بالك بالسواقة. وبيبدأوا يمارسوا لحظات لطيفة مع بعض، لكن فجأة وهم مشغولين العربية بتبدأ تزود سرعتها بشكل كبير جدا وبتغير اتجاهها تماما. فجراي بيلاحظ ان في حاجة غلط وبيبدأ يبص من الشباك وبيقول لها ان احنا كده مش في الطريق الصحيح. لكن آشا بتكون واثقة من التكنولوجيا بتاعت العربية وبتقول له مستحيل. لكن جراي بيعرف ان المكان ده عكس الاتجاه اللي هم رايحينه، وبيحاولوا انهم يوقفوا العربيه باي طريقه لكن ما بتوقفش. وبتفضل السرعه تزيد لحد لما العربيه بتتقلب تماما. ولحسن الحظ انهم بيطلعوا منها حيين، لكن بيهجم عليهم مجموعه من المجرمين وبيكونوا كلهم مسلحين. وواحد منهم بيتكلم مع آشا زوجة جراي لكن بيضربها بالرصاص قدام عين جراي. لكن في الوقت ده ما بيكونش عارف يساعدها باي طريقه لانهم بيكونوا مقيدينه. وبعد شويه بيصيبوه اصابه غريبه بتشل كل حركته، وبيشوف حبيبته وهي بتحتضر قدامه وبيفضل يتكلم معاها وبيقول لها ان هو نفسه يساعدها ومش عارف، لكن للاسف في النهايه بتموت. بعدها جراي بيفقد الوعي تماما والشرطه بتيجي وبتصور كل اللي في المكان وبتنقل جراي للمستشفى وبتكون حالته خطيره جدا. وبنعرف ان هو اتصاب بشلل رباعي. وبعد 3 شهور بيرجع جراي البيت وبيلاقي مامته مجهزه له البيت كله بالتكنولوجيا ودفعت كل فلوسها في كده. وبيبدا المهندس يشرح له الماكينات دي هتساعده ازاي، وبيقول له ان انت لو طلبت منها اي حاجه زي مثلا ان هي تعمل لك عصير معين بمجرد ما تقول اسمه هتعمله، وبيوريله ازاي، وكمان هتديله العلاج بتاعه في اوقاته المحدده. لكن جراي بيكون حزين جدا باللي حصل له وبموت آشا حبيبته، لكن امه ما بتسيبوش وبتكون معاه وبتعمل له كل حاجه، وهي اللي كانت بتنظف له جسمه وكمان بتغير له هدومه. ومع انه كان تعبان وبيستفرغ كتير لكن هي ما كانتش بتمل منه. لكن وهي بتحلق له دقنه بيبدأ يعيط وبيزعل جدا على نفسه وعلى اللي حصل له. تاني يوم بيخرج جراي وأمه علشان يقابلوا المحققة كورتيز، واللي بتاخدهم لمكان عملها علشان تقول لهم هي بتعمل ازاي وانها مش مقصرة. واول لما بيدخل جراي بيتفاجئ من المنظر لانه بيكون متطور جدا. وبيسألها جراي هي وصلت لايه، فبتقول له لسه ما عرفتش مين اللي عمل كده في مراته لكن هي بتدور. فبيقول لها بالرغم من كل التطور ده ما وصلتيش، وبيتضايق جدا ان هي ما وصلتش لحاجة. وكمان بيقول لها ان هي ما تعاملوش كانه طفل مره ثانيه في طريقه كلامها. وبيرجع للبيت وهو متضايق جدا لانها ما وصلتش لحاجه، وبيروح عند الجهاز وبيخليه يديله جرعات كتيره جدا من المهدئ. ولما بيكرر المرات الجهاز بيقول له ان هو كده هيقتله.
وبيطلب له الاسعاف وبيروح جراي للمستشفى. وبعد شويه بيدخل عليه صديقه ايرون للمستشفى وهو لابس كمامه، فبيقول له جراي تعالى ما تخافش انا مش هعديك. وبيدخل عليه وبيبدا يقرب منه وبيقول له انه عنده حاجه هتشفيه وترجعه يمشي على رجله ويحرك ايده من تاني. وبيقول له ان ده هيحصل عن طريقه زرع ستيم جوه جسمه. وطبعا عارفين ان ستيم ده الشريحه الالكترونيه المتطوره جدا، لكن بيرفض جراي الموضوع تماما لانه بيخاف من التكنولوجيا. لكن لما بيقول له ايرون ان حبيبته اشا لو موجوده كانت هتخليه يعمل كده، فبيوافق وبيستعد ان هو يعمل العمليه. وبيجي يوم العمليه والدكاتره بيحضروا جراي كويس جدا انهم يزرعوا الشريحه داخل جسمه، وبكل تركيز بيبداوا ان هم يجيبوا الشريحه ويزرعوها في مكان معين اسفل عنقه. وبعدها بيخيطوا الجرح وبيظهر جراي وهو قاعد على الكرسي، وبتيجي دكتوره وبتبدا تلمسه في رجله لكن ما بيكونش حاسس بحاجه. فبيفكر ايرون ان العمليه فشلت، لكن بعد شويه جراي بيبدا يحرك صوابعه وكمان بيرفع ايده لفوق، وبعد شويه بيحرك ايده التانيه. فهنا ايرون بينبهر جدا من اللي حصل وبيقول له حاول انك تقف على رجلك. وفعلا بيحاول جراي ان هو يقف على رجله، ولما بيقف على رجله وبينجح في ده بيفرح جدا وبيبدا يضحك. وبيقول له ايرون ان الموضوع ده سري تماما وما ينفعش انك تعرف حد اي حاجه، وكمان بيخليه يوقع على الاتفاقيه اللي بينهم. وبعد شويه بيخليه يطلع على المشايه علشان يعرف ان هو في كامل قوته. وهنا بيبدا يزود له ايرون السرعه وبيزود له السرعه كمان، وبيبان ان هو اقوى من نسخته البشريه بكتير جدا. وبيرجع ايرون البيت وبيبدا يعمل الحاجات اللي كان بيعملها قبل الحادثه، وبيكون سعيد جدا لان هو رجع يحرك ايده ويمشي على رجله تاني. لكن فجاه حد بيبدا يتكلم معاه، فبيبص حواليه وبيكون مستغرب وما بيكونش عارف الصوت ده جاي منين. وهنا بنكتشف ان ستيم اللي جواه هو اللي بيتكلم معاه. ولما بيعرف جراي ان هو اللي بيتكلم معاه بيخاف جدا وبيقول له لا تتحدث، فبيسكت تماما. ولما بيجي يتكلم معاه تاني ما بينطقش غير لما بيديله الاذن، وبيبدا يتكلم معاه وبيبان ان هو ذكي جدا. وكمان بيوضح له ان هو لازم يشوف الفيديو بتاع الحادثه من تاني، وبيقول له ان اللي قتل مراتك ما كانش معاه مسدس والمسدس كان جوه ايده، ومعنى كده ان هو شخص مش بشري. فبيقول له جراي ان هو هيتصل بالشرطه ويبلغهم، لكن ستيم بيقول له انت ما معكش دليل تقدمه للشرطه، علشان كده لازم تحصل على دليل وتقدمه للشرطه. وبيقول له جراي ان هو عاوز مكان الراجل ده علشان يروح ويلاقي دليل، وفعلا بيديله العنوان وبيروح جراي للمكان. واول لما بيدخل المكان علشان يدور على الدليل بيقول له ستيم ان هو يتكلم مع الترابيزه، واول لما اتكلم معاها بدات تفتح فعلا. لكن بعد شويه بيدخل الشخص البيت وبيبدا ستيم يوجه جراي يتصرف ازاي، فبيقول له ان هو يستخبى. ولما بتيجي الفرصه ويكون القاتل مدير وشه فبيقول له ستيم ان هو لازم يهجم، لكن جراي بيتاخر فبيهجم على الراجل بشراسه كبيره وبيبان ان هو قوي جدا، وبيبدا يضرب جراي شويه لحد لما ستيم بيعرض عليه المساعده. فبيبدا جراي يطلب من ستيم المساعده وبيتغير الوضع تماما، وبيبان ان جراي بقى شخص اقوى بمساعده ستيم، وبيبدا يقاتل الراجل في معركه عنيفه جدا وبينتهي بموته بشكل قاسي. فبيحاول جراي يوقف ستيم عن القتل لكن ما بيعرفش. وقبل ما جراي يخرج من المكان بيقول له ستيم انك لازم تمسح البصمات، وبيعرفه اماكن البصمات وبيمسحها تماما. وبتيجي الشرطه علشان تحقق في جريمه القتل وبتبدا تشرح الجثه، وبتعرف ان اللي مات ده ما كانش بشري عادي وان هو كان بشري متطور. وبتلاحظ كمان ان بصمه قدم جراي موجوده في المكان. في الوقت ده ايرون بيكون بيتكلم مع جراي وبيزعق له ان هو استخدم ستيم من غير ما يقول له، فبيقول له انت ما عرفتنيش اي حاجه عنه، وبيعرفه ان هو كمان بيكلمه. فبيتفاجئ ايرون وبيقول له ما تتصرفش تاني من دماغك والا هوقفه. وبالليل بتروح المحققه لجراي علشان تقول له ان بصمه قدمه موجوده في مسرح الجريمه، فبيقول لها انه شاف حاجه مشي وراها علشان كده وصل للمكان ده. وده طبعا كلام ستيم وهو اللي قايله له يقوله للمحققه. تاني يوم بيعرف جراي من ستيم ان الشخص اللي كان مع المجموعه اللي قتلت مراته موجود في ملهى معين، فبيقرر ان هو يروح. واول لما يروح الكل بيبص له وبيستهزأ بيه، واول لما بيدخل الراجل الاسود ده بيستهزأ بيه اكتر وبيقرر ان هو ياخده ويدخله الغرفه. ولما بدأ الراجل يستهزأ بيه اكتر قال له جراي ان اخر حد استهزأ بيه دلوقتي بياكل رز بلبن مع الملائكه. فبيضايق الراجل الاسود جدا وبيبدأ ان هو يهجم عليه، فجراي فورا بيبدأ يطلب المساعده من ستيم واللي بيبدأ يقتله وبكل براعه بيوقعه على الارض، وبيقدر ان هو يتغلب عليه لانه بيكون بارع جدا في القتال. في الوقت ده جراي بيقرب منه وبيكون عاوز يعرف مين اللي طلب منه يعمل كده، فبيبدأ يمسك السكينه علشان يخليه يقول المعلومات، لكن ما بيقدرش ان هو يخليه يعمل كده. فبيسلم الموضوع لستيم واللي في اقل من
20 ثانية بيعمل له خريطة في وشه، وبعدها بشوية بيبدأ يقول كل المعلومات اللي عنده، وبيقولوا ان هو مجرد مرتزق وكان بيعمل كده مقابل مبلغ من المال. لكن ستيم بيقتله وبيبدأ جراي يمشي من المكان لما بيعرف ان ايرون خلاص بدأ ان هو يوقف نظام التشغيل بتاعه، وستيم بيقول له لو نظام التشغيل وقف انت هترجع مش قادر تتحرك تاني، وبيقول له ان في بنت اسمها جيمي قريبة من المكان ودي لازم يروح لها فورا علشان تخترق الأنظمة وترجعه يشتغل من تاني، وبيقول له ان هو لازم يكتب كل المعلومات اللي يقولها له، وفعلا بيبدأ يكتبها على دراعه. لكن وهو ماشي في الطريق ايرون بيبدأ يوقف جزء بجزء منه، فبيقول له ستيم ان هو لازم يسرع لان قدامه اقل من 5 دقايق ونظامه يتوقف تماما. لكن اللي بيزود الموضوع صعوبة ان الاتنين اللي شغالين مع الراجل اللي لسه قتله بيجوا فورا، وبيعرف واحد منهم من عينيه مين اللي قتله، وكمان بيعرف مكانه لانه قال العنوان وهو بيقتله. في الوقت ده بيبدأوا يتتبعوا، وهنا بيحاول يوصل لجيم، لكن لما بيخبط على الباب محدش بيرد، فبيبدأ يطلع كل الفلوس اللي معاها، واول لما بتشوف الفلوس بتطلع فورا وبتدخله اوضه غريبه جدا وبيلاقي فيها اشخاص في واقع افتراضي، وبيقول لها على اللي هو عاوزه منها، فبتقول له ان النظام ده صعب جدا لكن في النهايه بتقدر ان هي تدخل عليه. لكن قبل ما تخلص له الموضوع بتشوف في الكاميرات ان 2 جايين يهجموا عليها، وفورا بتهرب لانها عارفه انهم اقوياء جدا. في الوقت ده جراي ما بيكونش عارف يتصرف ازاي، وبيبص في الكاميرات بيلاقيهم قربوا عليه تماما، وهنا اول لما بيوصلوا وخلاص هيخلصوا عليه بيرجع ستيم يشتغل تاني، وبيقدر ان هو يقوم وبكل براعه بيقاتل واحد فيهم وبيخلص عليه. لكن التاني بيكون قوي جدا، وهو خارج من المكان بيبدا يهجم عليه وبتدور معركه شرسه جدا بينهم. لكن ستيم بيواجه صعوبه وهو بيقاتله لانه بيكون بيتنبأ بحركاته، لدرجه ان الشخص التاني بيكون هينتصر عليه خلاص، فبيطلب ستيم من جراي ان هو لازم يساعده. في الوقت ده جراي بذكاء بيوقف القاتل عن القتل وبيشغله بالكلام، ومن خلال ده بيقدر ان هو يتفوق عليه وبيقدر يقتله في النهايه. في الوقت ده ستيم بيقول له انت لازم تعرف مين اللي وراه، فبياخد تليفونه وبيعرف ان اللي ورا كل الموضوع ده ايرون صديقه. في الوقت ده بيقرر ان هو لازم ينتقم منه، لكن قبلها بيرجع البيت الاول وبيقول لستيم ان هو تعبان جدا وبيدخل علشان ينام. لكن في الوقت ده امه بتكون موجوده في المكان وبتتفاجئ انه قادر يمشي، فبيقعد معاها وبيحكي لها كل حاجه، لكن بيطلب منها ان ده سر وما ينفعش تقوله لاي حد. في الوقت ده بتيجي المحققه كورتز واللي بتقول له ان هم لقوا الكرسي بتاعه في مسرح جريمه تاني. في الوقت ده الشك بيزيد عندها اكتر وبتشك في جراي ان هو بيعمل حاجه، فلما بيقول لها ان هو مشلول وعاجز فبتقول له انت ممكن بتجيب قتله وهم اللي بيعملوا كده، فستيم بيقول له يخليها تفحص الهاتف بتاعه علشان ما تشكش في حاجه. لكن في الوقت ده ستيم بيبدا يقول لجراي ان هو لازم ينتقم من ايرون، وفعلا بيقرر ان هو لازم ينتقم منه. في الوقت ده المحققه الذكيه بتكون حطت جهاز تصنت في المكان اللي في جراي وسمعت كل حاجه وعرفت ان هو بيتكلم مع شخص، لكن الشخص ده ما بيكونش واضح هو مين، وبتفضل بره البيت وبتكون مراقباه وبتشوفه وهو سايق العربيه بسرعه كبيره جدا. في الوقت ده بتقرر ان هي تتتبعه وبتكون بتسمعه وهو بيتكلم مع ستيم، لكن بيلاحظ جهاز التصنت وبيبدا يرميه. في الوقت ده بيعرف ان المحققه عرفت كل حاجه وبيبدا يسوق بسرعه كبيره جدا، لكن المحققه بتكون وراه، ولما بتلاقي في زحمه بتبدا تشغل سرينه سياره الشرطه وده بيوسع الطريق قدامها وبتكون خلاص قربت منه، فبيطلب جراي من ستيم ان هو يساعده. في الوقت ده ستيم بيبدا يتحكم في سياره من اللي موجودين، ومن خلال التحكم في السياره دي بيبدا ان هو ينطلق عكس الاتجاه وبيدمر سياره المحققه وبيقدر ان هو يعطلها وبيستمر في طريقه لايرون. لكن المحققه بترجع فورا على بيته وبتعرف من امه كل حاجه. في الوقت ده جراي وستيم بيكونوا وصلوا للمكان، ومع ان 2 بيكونوا مسلحين لكن جراي بكل قوه بيقدر ان هو يقتلهم. في الوقت ده ستيم بيكون متحكم في جراي بشكل كامل. بعدها بيدخل بيلاقي ايرون قاعد حزين لان اللي صنعه هو اللي هيقتله في الاخر، وبيبدا جراي يعاتبه وبيقول له انت كنت صديقي ازاي تدمر حياتي بالشكل ده. لكن بتيجي المحققه وهي ماسكه مسدس وبتقول له ان هو لازم يرمي المسدس علشان ما يقتلوش، فجراي بيقول لستيم ان ما قداموش حل تاني، وفعلا بينزل المسدس وبتخليه ينام على بطنه
ويرفع ايده، وبتفكر ان هي كده قبضت عليه وبتقرب علشان تكلبشه، لكن بحركة ذكية بيقدر ان هو يقف ويوقعها على الارض. وبيبدأ القتال بين المحققة وبين ستيم، واللي بيكون متحكم في جسم جراي، وبيبقى خلاص ستيم هيقتل المحققة، لكن جراي بيساعدها وبيقول لها ان هي تطلع الصاعق وتصعقه، وفعلا بتصعقه. في الوقت ده ايرون بيوضح لجراي ان هو مش مدير المشروع، وان مدير المشروع شخص تاني اذكى منه بكتير، وهو ستيم. يعني ستيم هو اللي كان بيدور عليه، وهو اللي خطط لكل ده، لانه كان عاوز جسم بشري واختار جراي من يوم ما شافه هو ومراته. في الوقت ده ستيم بيفتكر كل حاجة، وبيعرف ان اللي عمل كل حاجة ودمر له حياته هو ستيم. مع الوقت اللي فات ده ستيم بيكون فاق من الصاعق، وبيقوم وبيقتل ايرون فورا، وبيجي دور المحققة وبيحاول جراي انه يمنعه، لكن للاسف مخه بيتدمر تماما، وبيدخله ستيم في واقع افتراضي. وبيظهر جراي وهو بيشوف حبيبته وهم بيتكلموا، وبيجي في باله ان كل اللي حصل معاه ده مجرد حلم. وبنرجع تاني لستيم وهو واقف قدام المحققة، لكن في النهاية بيقتلها، وبينتصر ستيم وبيحقق كل اللي كان مخطط له. وبس يا صديقي بينتهي فيلمنا. ولو انت وصلت لحد هنا اتمنى الفيلم يكون عجبك، ولو عندك فيلم عاوز تلخصه ياريت تكتب اسمه في الكومنتات، وما تنساش تصلي على النبي. سلام.